السلام عليكم. يلا بينا النهارده هنعمل صدور الفراخ البانيه اللي احنا بنشتريها من بره. بصوا انا هسمعكم الصوت بتاعها والقرمشه. شايفين؟ تحفه جدا. هنعملها كمان بخطوات بسيطه وتطلع معاكي احسن واضمن من اللي احنا بنشتريها من بره، وكمان هتوفر معاكي كتير. من صدر فرخه عملت 20 قطعه، ممكن كمان تكتري الكميه بتاعتك على حسب ما انت حابه الحجم بتاعها. هنجيب هنا خلطه الفراخ الكنتاكي اللي بنشتريها من عند العطار. هنطحنها كده كويس علشان هي بتبقى خشنة شوية، احنا عايزين ننعمها كده شوية كده. تمام، هنديها كده ضربة خفيفة بالشكل ده. بعد كده هنجيب هنا كيلو من صدور الفراخ البانيه، على حسب ما انت حابة ممكن تقللي الكمية بتاعتك. وهنضربها كده في الكبة، نحطها طبعا كده. اهم حاجة تقطعيها كده كويس قبل ما تحطيها في الكبة. هنقفل كده عليها وهنضربها لحد ما تنعم معانا كده. تمام، هنضرب كده كويس، احنا عايزين طبعا تنعم جدا معانا. بعد كده هنكمل باقي الخطوات بتاعتنا. هنحط هنا هنجيب كمان كيس في الجيتار حوالي كده كوباية او كوباية ونص. وهنا عندي كمان خلطة في جيتار الجاهزة. بعد كده هنحط هنا كيس من المرقة الفورية علشان يديكي طعم حلو. بعد كده هنضرب كده الكلام ده كله كويس معانا. طبعا في الوقت ده هتحسي ان القوام بتاعها تقيل معاكي، هتزودي هنا شوية شوية من المية. انا احتاجت معايا كوباية من المية علشان القوام يظبط معايا، علشان انا هنا عملت كمية كبيرة من صدور الفراخ. هتضربي كده كويس تنعميها. هنحط كمان، انا زودت حوالي كوباية من المية، خدوا بالكم هتزودي شوية شوية لحد ما تظبط معاكي وتضرب كده كويس تنعم كده. تمام، جهزت معايا خلاص بالشكل ده زي ما انت شايفين، ناعمة جدا وفي نفس الوقت ماسكة نفسها. هطلع طبعا الكمية بتاعتي كلها في طبق. بعد كده هنجهز هنا الخطوات بتاعتنا. هنجيب هنا طبق وهنحط فيه شوية من المية. هتبلي الاول ايديكي من المية، بعد كده تاخدي قطعة من صدور الفراخ وهتشكليها على ايديكي بالشكل ده. هتكوريها، بعد كده هتديها الشكل اللي احنا بنشتريه من بره. تعملي لها طرف، بعد كده هتحطيها على طبق في كيس كده تلاجة علشان ما تلزقش معاكي. هتسويها كده بشوية مية، لو حسيتي العجينة مش عارفة تشكليها بشوية مية كده خفيف كده وتسويها. هتعملي الشكل اللي احنا بنشتريه من بره. طبعا هتعملي الكمية كلها بتاعتك بنفس الطريقة دي، تخلصي كلها. بعد كده هنكمل الخطوات بتاعتنا كده. تمام، شايفين زي اللي احنا بنشتريه من بره بالظبط، مش هتعجن معاكي ابدا. حلوة جدا كده. خلاص خلصت الكمية بتاعتي كلها بنفس الطريقة دي. شايفين انا عملت هنا 20 قطعة. حابة انتي تقللي الحجم بتاعها براحتك. بعد كده هنجيب هنا طبق هنحط فيه ملح وهنحط فيه بودرة ثوم وبودرة بصل، نتبله كده كويس. بعد كده هنجيب هنا خلطة الكنتاكي الكريسبي، وهنحط عليها كمان كيس من الفيجيتار عشان تديكي طعم حلو كده. تمام، هتقلبيه كده كويس طبعا. بعد كده الخطوة اللي بعد كده هنجيب هنا قطعة من صدور الفراخ اللي احنا عملناها. ناخد كده قطع وهنحطها الاول في المية، بعد كده هنحطها في خلطة الكريسبي. هتغلفيها اول طبقة، لو حابة تعملي طبقتين براحتك. هعمل كمان طبقة تانية. لازم ايديكي واحدة للمية وواحدة لخلطة الكريسبي. ما ينفعش تحطي تبلي الكريسبي ده علشان هيلزق معاكي وهيتبهدل كده. تمام، شايفين الشكل بتاعها. هنحطها طبعا على صينية تكون فيها طبعا كيس تلاجة. هنعمل واحدة كمان، هنحطها الاول في خلطة المية اللي احنا عملناها، بعد كده في الكريسبي هتغلفيها كده. بعد كده هنديها طبقة تانية كمان زي ما اتفقنا، ايد تكون في المية وايد في الكريسبي كده. تمام، انا كده طبعا خلصت الكمية بتاعتي كلها. شايفين جهزت معايا تماما. بعد كده هنحطها في الفريزر لحد ما تمسك معانا كويس. هنرصيها بالشكل ده
لازم تحطي بين كل طبقة وطبقة كيس تلاجة علشان متلزقش معاكي، تطلع معاكي بسهولة كده. تمام، هتقفلي كده كويس. طبعا انا هعمل الكمية كلها بتاعتي بنفس الطريقة دي. كده خلاص خلصتها. بعد كده هنشيلها في الفريزر، هنحتفظ بيها، طبعا بتقعد معاكي فترة طويلة. تعالوا بينا كده هنجربها مع بعض. هنا هنجيب هنا طاسة، طبعا بعد ما جمدتها طبعا تماما هنحطها كده في زيت. لازم الزيت بتاعك يبقى ايه، مش سخن قوي، تبقى ايه هادي، وبعد كده هتعلي النار عليها علشان دي تديكي تستوي من جوه وما تعجنش معاكي. هنسيبها كده براحتها تحمر، تاخد لون جميل، ريحتها وطعمها حلو جدا. امشي على الخطوات دي وهتطلع معاكي مظبوطة. كده خلاص هنطلعها كده بعد ما حمرت معانا على ورق مناديل. شايفين تحفة جدا. هخلص طبعا الكمية بتاعتي اللي انا محتاجاها، وبعد كده هنقدمها بالطريقة دي. ما تنسوش بقى تجربوا الوصفة وتقولي رأيكم. وما تبخلوش عليا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.